بنات حبيباتي صديقاتي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بصحة وعافية يا رب. جيت اليوم وياكم فيديو تحفيزي جديد. فيديونا اليوم هو طريقة عمل البامية. عندي هاي الكمية من البامية طبعا مجمدة بالفريز، واحتاج المعجون والثوم وهذا عصير الطماطم. هاي المواد اللي احتاج للمرقة، وراح ابلش باول خطوة واكيد انتو وياي. هنا اول شي راح اخلي الزيت، هسه راح اخلي البامية قبل مباشرة. وهسه راح اخلي عصير الطماطم بدون قبل مجموع، لان هي ممرودة كلش بالتجميد، فما يحتاج انه احمسها. تخلون البامية وقبل تخلون فوقها عصير طماطم. هاي اذا كانت مجمدة، هاي طريقتها. هسه راح اخلي الثوم وانتظر لحد ما تفور عصير الطماطة وياها وتطلع ريحة الطماطة. لحد ما تطلع ريحة الطماطة يلا ارجع اضيف المعجون. خليكم وياي. صار عندي مية طماطة ويا البامية، والبامية يعني انحلت وماءت. لا تقلبوها كلش هواية لان تنمرد، بس لانه هي جامدة. اذا ما جامدة لا عادي. هسه راح اخلي المعجون، خففته بقايا باقي بالقطية فخففته بيها وخليته. هسه اعوفها تستوي على مهلها وارجع اراويكم شكلها. حبيباتي كملت مرقة البامية وصارت تجنن، فلا عبالك يعني كنت مجمدتها. وهنا التمن دا يصير، كلكم تعرفون طريقتي بالتمن. لهنا اقولكم انتظروني وقت تقديم الغداء ان شاء الله. ورداتي حبيباتي كملت المرقة والتمن والخضرة. طبعا ما تحلى مرقة البامية اذا مو وياها خضرة واللبن. لهنا اقولكم انتظروني فيديوهات جديدة ان شاء الله. لا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة كي نبقى عائلة حلوة. سهمنا وسهمكم ألف عافية. في أمان الله.